بسم الله وعلى بركة الله، ويلا بينا نبدأ القصة. بسم الله. أنا زين، عندي 60 سنة ولسه مش قادر أنساها. لما كنت شاب في الثلاثينات من عمري كان عندي مزرعة صغيرة براعيها، بقضي فيها معظم وقتي، بهتم بالزرع والحيوانات، وكنت معروف بمعاملتي الطيبة وسط الناس. كانت مزرعتي وسط صحراء، فكان من الصعب إني أحصل على الماء. فكرت اجيب عمال يحفرولي بئر يجيبلي مية في مزرعتي، وفعلا بدأنا العمل في الحفر لحد ما لقينا نقطة بتدل على وجود مية في المكان. رجعت لمزرعتي، نمت مطمن يومها ومبسوط، بس قمت على ريحة قوية جميلة جدا من ناحية البئر. رحت هناك، اتفاجئت بإني لمحت طفل بنت جميلة جدا، شديدة البياض، متغطية بفستان أبيض جميل، شعرها أسود طويل وكثيف، جميلة لدرجة كبيرة جدا. كانت الريحة دي بتنبعث منها بتزيد من جمال أنوثتها. وقفت مدهوش من جمالها مش قادر أتحرك، بدأت أسألها هي جت منين وإزاي جت هنا لوحدها. جاوبتني بإنه مش مهم أنا مين أو جيت منين. قلتلها بس المكان هنا مفهوش سكان. جاوبتني بنفس الرد، مش مهم أنا مين. سكت. قلت لنفسي ممكن تكون بنت عيلة من عائلات البدو، بيجوا أوقات في السنة. رجعت سألتها تاني هي عاوزة تروح فين وبتعمل ايه هنا دلوقتي. جاوبتني بانها عاوزة تقابلني بعد المغرب في تلة الرمل. وافقت على طول واتفقنا على اللقاء. نمت وكل اللي كان شاغل تفكيري هي، وفعلا اتفقنا واتقابلنا تاني. وحبيتها لدرجة كبيرة جدا، واتعادت الزيارات ما بينا لدرجة اني ما كنتش متخيل حياتي من غيرها. طلبت منها الجواز كتير بس هي ما كانتش بتديني رد. في يوم كنا مع بعض قلت لها اني هتجوزها، ردت عليا باني لو كنت جنية هتفضل تحبني برضو. استغربت جدا من سؤالها. افتكرت ان هي بتقولي كده عشان تقيس مدى حبي ليها، متخيلتش ان هي فعلا تكون جنية. جاوبتها بسرعة، قلت لها اكيد هتجوزك، انا مقدرش ان انا اعيش من غيرك، وحبيتك مش متخيل اي لحظة بعد كده الا في وجودك جنبي. عيطت وقالت لي انا فعلا جنية. بصيت لها باستغراب وهي حست ان انا مش مصدقها. قالت لي بص على الرمل، في اثر لرجليا. قلت لها لا. ساعتها فعلا صدقت ان هي جنية. طلبت منها الجواز وقلت لها اني بحبها واني ما اقدرش اعيش من غيرها. بس هي قالت لي ان عشيرتها ما بيقبلوش الجواز من الانس، وان هي مش هتقدر تعمل كده، ان هي حاولت تمنع نفسها كتير ان هي تحبني بس ما قدرتش. بس قالت لي ان هي هتمشي ومش هشوفها تاني. وقبل ما ارد عليها اختفت، ومن يومها ما شفتهاش من تاني. عشت بعدها حياتي وحيد، ما قدرتش ان انا احب حد غيرها، وما قدرتش اشوف حد غيرها. كنت مستنية كل لحظة ترجع بس ما بترجعش. وصلت ل60 سنة ولسه برضو مستني كل لحظة ان انا اشوفها. وبكده تكون انتهت القصة. يا رب تكون القصة عجبتكم، واشوفكم في قصة جديدة.